تخصصات. هقول لك انا حاجه، في حاجه يقولوا عليها الايه، الفقه، الحالات الفروعيه، زي واحده مش عارف حاضت ايه، حج قدم ذبح ولا ما ذبحش، حالات فرعيه، دول يبقى فيهم يمكن التخصص بتاعهم، فاهمني؟ ولكن روح الدين واصول الدين واصول التشريع، فاهم؟ والقضايا الكبرى، قضايا الحريه، قضايا السياسه، قضيه المراه، قضيه الاقتصاد، دي قضايا مش حرفه، دي قضايا بتاعت قضيه فكر، بتاعت مفكرين، قضيه الانسان. هو مش البحث العلمي له ادوات؟ نعم. البحث العلمي له ادوات. وايه ايه هذه ادوات؟ الادوات انه يكون واحد حافظ التاريخ وحافظ القران الكريم ويكون وما ملم ادراك ان الكاتب ده مش بالفقه هو ده، وما والمذاهب. ادراك ان الكاتب ده اللي عكف في سنه أنا 46 ما بقولش لا. يكتب عن الاسلام عنده. انا ما بقولش لا، انا ما بقولش لا، لكن اقصد اقول ان حضرتك بتقول لي مش هو عيب مهنه، ايه يقول لك ولكن إيه؟ في ليها اسالوا مواصفات. اهل الذكر. مين اهل الذكر؟ مين اهل الذكر؟ انت عارف الايه دي؟ مم. بني اسرائيل. يعني حضرتك بتقول ان اهل الذكر مش ده تفسير العلماء؟ الايه، ما انزلنا من رسول الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر. استنكرت قريش ان الله تعالى يرسل رجلا ليكون رسول، فالقرآن بيقول لهم احنا ما ارسلناش الا رسل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين اهل الذكر اللي عندهم انبياء؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب وكذا، هم بني اسرائيل. فكان بيقول لهم اسألوا بني اسرائيل اللي عندهم الانبياء واللي هم رجال. وعلى كل حال هو المبدأ كويس، اسألوا اهل الذكر. اهل الذكر كل واحد يجد في نفسه الكفاءة انه يقدم جديد، مفيش حد يفرض عليه شرطا مسبقا، ده العربة قبل الحصان. طب ما هو ده بيوصلنا كمان يا استاذ جمال. هتقول فوضى، الرأي مش يا سيدي ليست هذه فوضى، هذه حرية. يعني واحنا لما حد يكلمنا على الرضاع الكبير حضرتك بتشوف ان دي حريه؟ لما حد يكلمنا على الرضاع الكبير بتشوف ان دي حريه؟ يا سيدي قال رأيه انتقد، هي الحرية. بس ميزة الحرية انها بتبين الخطأ، واحد يقول رأي خطأ، واحد يقول رأي صواب، يتضح ان رأي الخطأ خطأ والصواب صواب. يعني انت مع الحديث ده بتاع الرضاعه الكبيره؟ لا 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 طبعا مش مع حديث. طيب ما هي هنا السؤال، انه اي حد ممكن يقول اي حاجه، وفي احاديث وفي هناك الناس يعني بتتكلم. ايه اي حاجه؟ هناك عقل ده، والعقل مش يقول عقلي وعقلك، لا ده كلام فارغ. العقل هو اللي بعد اشتجار الاراء ننتهي الى الراي السليم. امال الحاجات العقليه كلها العصر الحديث اللي مبني على العقل. طب ازاي حضرتك ازاي حضرتك بتقول اشتجار لو كان الاراء؟ الحكايه عقلي وعقلك. اذا كان حضرتك بتقول اشتجار الاراء وبترفض ان حد يتكلم او يناقش؟ ابدا، انا بقول يناقشوا بس يفرضوا وصايا، لا انا اقدمه لهم ليه؟ انا ابدع رسميه باعتبارهم هم لا يا فندم، هي دي الوصايا. ليه بقى؟ مش في وزاره؟ يعني دلوقتي الراجل المهندس ده اللي بيروح يقدم وزاره الاسكان، هتقول لي المهندس يا سيدي هناك فرق كبير جدا، وهذه هي الكلمه التي يكررها. ما فيش مهندس بيتكلم على الطب، ما فيش طبيب بيتكلم على القانون، ما فيش. دي حرف، دي اكل عيش، دي مهارات. الاديان ضمير، الاديان انسان، هدف. كل الاديان دي قامت للانسان، الانسان هو الغايه. طب ولما يجي بعض الناس ياخدوا الدين ويستخدموه لتحقيق اغراض، يبقى يقوم الناس التانيين يردوا عليهم. احنا اللي ننقصه اننا ضروري نفهم ان الحياه كلها تشاجر اراء ورأي مخالف. مش عايزين نسلم برأي واحد ونعتبر ان اي واحد يثور على هذا الرأي، يثور على الثوابت، يؤدي الى بلبله، يؤدي الى فوضى. لا. طب بس ده اللي بيحصل فعلا، ان الناس بتقول ان احنا كده بنتلخبط، لاننا مش متصديين علشان النقاش، لا نريد النقاش، او اننا فترات التدهور مسيطره علينا حتى الان، او اننا اتحكمنا من 52 بحكم عسكري. وهو يعني الحكم العسكري هو اللي وصلنا طبعا تدهور شؤوننا ما من شك. وكل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي بتقول دي خلاص يعني حضرتك مش عوامل عديده يا سيدي، كلها مفهومه. كلها ايه؟ كلها معروفه طبعا. العوامل اللي تؤدي الى تقدم الامم هي الحريه. اول شرط رئيسي الحريه، هي اللي بنت العصر الحديث، وهي اللي بنت كل التقدم. وعدم وجود الحريه
هي اللي أودى للاتحاد السوفيتي بكل فلاسفته بكل قوته بكل حاجاته لأنه ينهار. وعدم وجود الحرية هي اللي خلت الإسلام اللي هو إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور بقى إبقاء الناس في الظلمات. ليه حضرتك الوحيد اللي بتقول الكلام ده، او يعني مع قله يا بتقول سيدي الكلام ده ليه؟ يا سيدي طب فسر لي ده، فسر لي ده يا استاذ جمال. في مصالح بتربط الناس، في وظائف، في خوف، مفيش تمكن. لا يعني لما حد اصل الداعيه حد يعني عايز أقول لك كل الدعاة الجدد وكل الناس اللي بيتكلموا وكل الناس اللي بيقولوا دول كلهم مصالح وخوف وكلهم يعني في بيجتمعوا في والله سلسله مصلحه، انت تعلم. لا انا ما اعلمش، انا بسال انا بسال. لا هم كده. وبعدين الداعيه ده راجل ينصب حياته للقضيه بتاعته. مفيش حد من دول بيعمل كده. احنا ضحينا بكل حاجه في سبيل استقلالنا الفكري وسبيل اننا نقول الراي. ومن سنه 46 طلعنا كتاب اسمه ديمقراطيه جديده، عالجنا فيه باب اسمه فهم جديد للدين. في سنه 46 ما كانش كل الموجودين دول في المراكز العظمى دي اطفال رضع. فاهم؟ وبعدين بقينا على كده على طول. هات لي واحد عمل كده، ما تقوليش اشمعنى ده واشمعنى ده. حاسب، قول يا سلام ده كلام نشوفه ندرسه، نقول الكويس كويس والوحش وحش. اقول لك برافو احسن، هذا هو ما نغوي. كل الكتب والتراث بالنسبه لحضرتك بتبص لها ازاي؟ يا سيدي هنعيش في التراث، ما نروح نقف. ايوه بص لها ازاي يا استاذ جمال؟ ما ترى تقول لي التراث بتاعنا الحقيقي الاصل بتاعنا هو القران، وهو الحمد لله محفوظ. طيب بس كل جهود العلماء والسلف الصالح وكل الناس اللي اشتغلوا عشان يقدموا جهد بتوع علمي عصرهم. يعني كل ده ما ناخدوش طبعا كل عصر يا سيدي. احنا في التلفزيون كان يتصور اوائل ان في تلفزيون مثلا، ولو حد قال لهم كده. بنعيش في عصر حديث بعقليه 1000 سنه الى الوراء. ما ينفع هذا يا اخي، ضروري نغير الطريقه دي. الثوابت يا استاذ جمال، الثوابت والله تعالى بس. مظبوط. القران الكريم والسنه النبويه المطهره كل ده الله، كل ده يخضع والسلف الصالح وكل هذه الامور. سلف صالح. كل امه لها سلف صالح وكل امه بتعيش في عصرها. ليه اوروبا مش بتعيش في عصر ارسطو ولا في عصر افلاطون؟ ليه ظهر فلاسفه تانيين غيرهم؟ العهد الذهبي سقراط وافلاطون و ارسطو. ليه مش قالوا ارسطو نوم اوروبا بالمنطق السوري بتاعه وتحذروا منه. يبقى في منطق جدلي، منطق حيوي. فضروري الامه تتقدم. ايه السلف الصالح؟ الله، ناس كويسين جدا بس كانوا ابناء عصرهم. احنا نوقرهم ونحترمهم ولكن لا نقلدهم، لان لو قلدناهم هنلغي عقلنا. لا نقلدهم تماما ولا لا نقلدهمش خالص، نستانس بيهم. الكويس ناخده منهم واللي مش كويس نرفضه. وبعدين احنا عندنا من ادوات. ده معياره ايه؟ احنا عندنا من الكويس ده معياره ايه؟ نعم. ايه الكويس؟ حضرتك بتقول لي كويس ولا مش كويس؟ هو ايه الحاجه حضرتك تشوفها كويس وغيرك هيشوفها مش كويس؟ ده حكم قيمي يعني. لا برضه هتقول كل حاجه بتظهر، الباطل بيظهر والصح بيبقى. معركه الحريه في الاراء بتبقي على السليم وتذهب بالباطل. هؤلاء السلف الصالح كانوا عظام جدا ونابغين وأرادوا خدمة الإسلام، وفعلا قدموا حاجة كانت في وقتها ممتازة. ولكن بعد 1000 سنة منظومة الفكر الإسلامي دي اتعملت في القرون الثلاثة للهجرة الأول، يعني القرن الأول والثاني والثالث ويمكن الرابع. 1000 سنة على هذا التراث ما يتغيرش. ايه ده؟ هو الحياة دي ملهاش منطق؟ التطور النمو ملوش منطق؟ دلوقتي الدقيقة لها ساعة، بيقولوا الفي مزني او بتاع بيحظوا الاسماء. فهمت ثانية. فهمت. ايوه احنا بنعيش في عالم تاني يا سيدي العزيز. حضرتك لما بتشوف الهجوم اللي بيبقى عليك يا استاذ جمال، انا ما يهمنيش هذا الهجوم. انا كل رأي بقوله، وبالمناسبة انا مش بقول فتاوي واتضايق. لا بيقولوا فتاوى انها فتاوى خاصه وكذا وبتاع. بتضايق من اللي يقولوا اللي بيفتوا، واقول اللي يفتي. طب حضرتك تقول لي اصل التدخين والقبلات وكذا وبتاع اجتهادات، دي اجتهادات وكل حاجه. يعني بتاعه التدخين دي مقالتين في جريده المصري،
فتوى يعني ايه؟ في واحد اسمه مفتي وفي واحد بيسأل يا سيدنا المفتي ايه رأيك في القضية الفلانية؟ احنا مش كده، احنا بنقول مقالات ونعمل مقالات مبنية على آراء معينة. اي بس المقالات دي بتوصل لحكم، ما بتوصل لحكم. والحكم أيوة. ده حضرتك بتقول عليه ايه؟ حكم مبني على ايه؟ مبني على القرآن.